سوق العربيات في مصر بدأ يتأثر بالأحداث العالمية، وده ظهر بوضوح بعد الزيادات الجديدة على العربيات ديبال الكهربائية. الوكيل أعلن عن زيادات رسمية وصلت ل 65 ألف جنيه على بعض الموديلات، وده بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بعد التوترات في المنطقة. أكبر زيادة كانت على العربية ديبال اس او 5، السعر زاد حوالي 65 ألف جنيه. النسخة المدى الممتد بقت تبدأ من حوالي مليون و490 ألف جنيه، والنسخة الكهربائية بالكامل وصل سعرها المليون و640 ألف جنيه. كمان العربية ديبال اس او 7 أسعارها زادت حوالي 40 ألف جنيه. نسخة المدى الممتد بقت حوالي مليون و840 ألف جنيه، والكهربائية بالكامل وصلت لمليون و940 ألف جنيه. حتى عربية الطرق الوعرة جي 318 ما سلمتش من الزيادة، وسعرها زاد حوالي 50 ألف جنيه. الفئة الأولى بقت حوالي مليون و800 ألف جنيه، والفئة الأعلى وصلت لمليون و950 ألف جنيه. السبب الأساسي للزيادات دي هو اضطراب سلاسل الامتداد العالمي وارتفاع تكاليف النقل البحري بسبب التوترات السياسية في المنطقة. يا ترى هل دي مجرد زيادة مؤقتة، ولا سوق العربيات في مصر دخل على موجة غلاء جديدة؟